يا مساء الفل على أحلى متابعين في الدنيا. معانا النهاردة واحد من أكتر الموبايلات اللي بيكون عليها كلام وضجة كبيرة جدا في الفئة المتوسطة. الموبايل اللي من أكتر سلاسل أوبو انتشار ومبيع وأكتر تليفون الناس بتستناه، وهو الأوبو رينو 14. الموبايل اللي أوبو منزلاه وبتقولك أنا جاي أغير شكل المنافسة. فهل فعلا الموبايل ده يستحق الضجة اللي هو عاملها؟ وهل هيكون نقلة عن الجيل اللي فات ولا هو شكل جديد والسلام؟ هنعرف الإجابة عن كل الأسئلة دي في الفيديو بتاع النهاردة، وده لما أحكي لك عن كل حاجة في الموبايل بالتفصيل، من أول التصميم والشاشة والأداء والبطارية وكل حاجة أنت محتاج تعرفها عن الموبايل. وكمان هقول لك أهم مميزاته وبرضه أهم العيوب اللي لازم تاخد بالك منها قبل ما تفكر تشتري الموبايل. حضر مشروبك المفضل ويلا بينا نبدأ الرحلة. بس يا ريت في الاول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناتنا التانية قناه سراديب. انا محمود طمان واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. اول حاجه هنتكلم عنها هو التصميم والديزاين بتاع الموبايل، واللي فعلا هيديك ايحاء انه قطعه فنيه مش مجرد تليفون. فانت اول ما تمسك رينو 14 من اوبو هتحس انك ماسك موبايل فخم بجد. فالموبايل هنا واخد شكل جديد عن الجيل اللي فات. الظهر بقى كله ازاز فلات مش منحني زي زمان، وده بيخلي احساس الموبايل في الايد مختلف. هتحس انه انعم وارقى. وكمان الكاميرات بقت بارزة اكتر وعليها حلقات معدنية ضخمة كده شبه اللي شفناها في الايفون 12، ودي بتدي شكل بريميوم وملفت جدا لاي حد يشوف التليفون في ايدك. الحواف بتاعت التليفون بقت مشطوفة وناعمة، يعني حتى وانت ماسك الموبايل فترة طويلة مش هتحس بأي زوايا تضايقك. وزن التليفون حوالي 187 جرام وسمكه 7.42 ملم، فالموبايل خفيف ورفيع تقدر تستخدمه بإيد واحدة من غير ما تتعب. وكمان ألوان التليفون جذابة جدا، الأبيض والأسود الكلاسيكي وكمان اللون الأخضر اللي بيغير لونه تحت النور. والظهر الإزاز ده مع الفريم المعدني بيديك إحساس إن الموبايل أغلى من ثمنه بكتير. بس خلي بالك لو ايديك بتعرق او بتسيب بصمات هتحتاج تمسحه كل شويه. كمان اوبو زودت الموبايل ده بمقاومه للميه والغبار بمعماريه IP69، يعني لو وقع عليه شويه ميه او تراب ولا كأن حصل له اي حاجه. فتصميم التليفون بصراحه شكله شيك وعصري جدا وهيخطف عينك اول ما تبص عليه. اما بقى بالنسبه للشاشه بتاع الموبايل فنقدر كده نديها عنوان عريض، وهي عباره عن شاشه سينمائيه في جيبك. فانت اول ما تفتح الشاشة بتاع الاوبو رينو 14 هتحس انك داخل على عرض سينما صغيرة في ايدك. الشاشة هنا من نوع اموليد واللي حجمها كبير 6.59 بوصة، وده حجم كبير يخليك تستمتع باي فيديو او لعبة او حتى اي تصفح عادي على الشاشة بتاع الموبايل. الدقة بتاع الشاشة 1.5K، يعني 2760 في 1256 بكسل، وده بيدينا كثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة في الشاشة. وده معناه ان التفاصيل بتكون واضحة جدا، حتى لو قربت عينك من الشاشة مش هتلاقي اي بكسلات باينة. الشاشة دي بتدعم عرض مليار لون، وده بيخلي الالوان تظهر غنية ومشبعة، سواء بتتفرج على فيديوهات HDR او بتلعب العاب جرافيكس بتاعها عالي. وكمان الشاشة بتدعم معيار DCI B3، وده معناه ان الالوان اللي بتشوفها بتكون قريبة جدا من الحقيقة، وده هيفرق معاك لو بتحب تتفرج على افلام او بتعدل صورك على الموبايل. معدل التحديث هنا 120 هرتز، وده بيخلي كل حاجة على شاشة سلسة بشكل مش طبيعي. التمرير ما بين التطبيقات، الألعاب، حتى الحركة العادية في القوائم هتحسها ناعمة وسريعة. وكمان الشاشة فيها Adaptive Refresh Rate، يعني بتقدر تقلل أو تزود معدل التحديث حسب الحاجة علشان توفر في البطارية من غير ما تحس بأي بطء. وكمان لو أنت بتستخدم الموبايل في الشمس أو في أماكن إضاءتها قوية هتلاقي إن الشاشة بتوصل لسطوع 1200 نتس في وضع ال HDR، وده رقم عالي جدا، يعني هتشوف كل حاجة بوضوح حتى في عز الظهر. أما بقى السطوع العادي فهو حوالي 600 نتس، وده برضه مناسب جدا للاستخدام اليومي. الشاشة عليها طبقة حماية كريستال شيلد جلاس، ودي طبقة قوية ضد الخدوش والصدمات الخفيفة، فهتقدر تستخدم الموبايل وانت مطمن عليه. وكمان الشاشة بتدعم الأولويز أون ديسبلاي، يعني تقدر تشوف الإشعارات والساعة من غير ما تفتح الموبايل. وكمان الشاشة دي فيها ميزة الدي سي ديمنج، واللي بتحافظ على عينيك في الإضاءة المنخفضة. شكل الشاشة نفسه عصر جدا، الحواف رفيعة قوي، ونسبة الاستحواذ حوالي 89.6% من الواجهة، والنوتش هنا بانش هول صغير في النص، فمش هيضايقك في المشاهدة أو الجيمز. باختصار الشاشة بتاع الأوبو رينو 14 مش بس أرقام على الورق،
دي تجربة بصرية هتخليك تستمتع بكل لحظة، سواء بتتفرج على فيديوهات، بتلعب، أو حتى بتتصفح عادي. الشاشة دي هتقدم لك ألوان غنية جدا، سطوع عالي، تفاصيل دقيقة وسلاسة في كل حركة. كل ده هتلاقيه في شاشة الموبايل ده. أما بقى بالنسبة للأداء بتاع الموبايل، فعايز أقولك إن السرعة في الجهاز ده هي مش هزار. فأنت أول ما تفتح الرينو 14 من أوبو كده وتبدأ تستخدمه، هتحس فعلا إنك ماسك جهاز جاهز لأي تحدي أو أي استخدام. فالموبايل بيجي بمعالج من إنتاج ميديا تك وردمنسيتي 8350، واللي داعم لشبكات الجيل الخامس. وده معالج جديد بيجي بتكنولوجيا 4 نانومتر، يعني استهلاك بطارية أقل وسرعة أعلى في نفس الوقت. المعالج ده ثماني النواة، في نواة قوية جدا بتوصل سرعتها لغاية 3.35 جيجا هرتز، وده معناه انك لو بتحب تفتح العاب تقيلة او برامج مونتاج او حتى اكتر من تطبيق في نفس الوقت، الموبايل هيشيل معاك من غير ما يهنج او يسخن بسرعة. وكمان تعال نبص كده على الارقام اللي بتقول كل حاجة. في اختبار انتوتو 10 المعالج ده جايب حوالي 1,378,000 نقطة، وده رقم ضخم جدا في الفئة المتوسطة، وبيخليه اقوى من معظم المنافسين في نفس السعر. ولو مهتم باختبار جيك بنش 6 هتلاقيه جايب حوالي 1285 نقطة في السنجل كور و4325 نقطة في المالتي كور، ودي أرقام بتأكد إن الأداء هنا مش بس على الورق، ده في الواقع كمان. الجرافيكس هنا معتمد على المالي جي 615 MP6، وده معناه إنك هتلعب ألعاب زي بابجي أو كول اوف ديوتي أو جنشن امباكت على إعدادات عالية من غير ما تلاقي لاج أو تقطيع. حتى لو فتحت اللعبة على أعلى جرافيكس الموبايل هيكمل معاك كويس جدا. وكمان نظام التبريد النانو الجديد اللي اوبو حطته هنا بيخلي الموبايل يفضل بارد حتى مع الاستخدام التقيل، وبيقولوا انه اقوى 3 مرات من الجيل اللي فات في التبريد. الرامات هنا من نوع LPDDR5X، ودي اسرع انواع الرام في الفئة دي، وتقدر تختار ما بين 12 او 16 جيجا رام. يعني حتى لو فتحت 20 تطبيق في الخلفية الموبايل مش هيقولك لا. اما التخزين الداخلي فهو من نوع UFS 3.1، واللي سرعته في نقل الملفات رهيبة، والمساحة بتبدأ من 256 جيجا وبتوصل لحد 1 تيرا، يعني عمرك ما هتشيل هم المساحة أو سرعة التحميل. الموبايل بيجي بأحدث نظام تشغيل أندرويد 15، وده من العلبة بتاعته على طول، مع أحدث واجهة مستخدم من أوبو وهي الكالر أو اس فيرجن 15، ودي واجهة خفيفة وسلسة وفيها مميزات ذكية كتير قوي، زي تقسيم الشاشة لجزئين وتشغيل تطبيقين مع بعض في نفس الوقت. وكمان الواجهة دي بتيجي بمميزات ذكاء اصطناعي كتير واللي بتساعدك في المهام اليومية بتاعتك. وكمان فيها خاصية الX1 تشيب لتعزيز الشبكة، وده بيفرق معاك جدا في سرعة النت وجودة المكالمات، خصوصا في الأماكن اللي الشبكة فيها ضعيفة. الموبايل بيدعم شبكات الجيل الخامس ال5G زي ما قلنا، وكمان الواي فاي 6، وبيجي بآخر إصدار بلوتوث 5.4، يعني سرعة نت قوية واتصال ثابت. وكمان في نظام تحديد مواقع دقيق جدا لو بتحب تستخدم الGPS في السفر. فباختصار أداء الأوبو رينو 14 يخليك مطمن إنك هتقدر تعتمد عليه في أي حاجة، ألعاب، شغل، تصوير، أو حتى استخدام يومي تقيل. مش بس أرقام على الورق، دي تجربة عملية هتحس بيها من أول يوم تستخدم في التليفون. أما بقى بالنسبة للكاميرات بتاعة الموبايل فحب أقولك عنها كده باختصار إنك هيكون معاك استوديو تصوير متنقل في جيبك. فانت اول ما تفتح الكاميرا بتاع الموبايل هتحس انك معاك تنظيمة تصوير متكاملة، مش مجرد كده كاميرات موبايل والسلام. فأوبو هنا فعلا لعبت على كل التفاصيل، سواء في الهاردوير وفي السوفت وير كمان، وده علشان تطلع لك صور وفيديوهات تليق بأي حد بيحب التصوير أو حتى محتوى السوشيال ميديا. فالموبايل جاي بكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8، واللي معاها مثبت بصري OIS، وسنسور من سوني وهو IMX 882، واللي حجمه 1:1.95 بوصة. معناه ايه بقى الكلام ده؟ هقول لك يا سيدي، الكلام ده معناه ببساطة ان الصور اللي بتطلع من الكاميرا دي في النهار بتكون مليانة تفاصيل، والالوان فيها طبيعية جدا، لا زيادة تشبع ولا بهتان. حتى لو الجو غيم او الاضاءة ضعيفة هتلاقي التفاصيل واضحة ومفيش اي نويز مزعج. الميزة كمان في المثبت البصري ان حتى لو ايدك بتتهز شوية او بتصور فيديو وانت ماشي الصورة بتطلع ثابتة وواضحة. ولو بتحب تصور بورتريه او صور قريبة هتلاقي العزل هنا ناعم ودقيق، والخلفية بتطلع ضبابية بشكل احترافي. وكمان اللي بيميز الرينو 14 من اوبو عن كتير من المنافسين هو وجود كاميرا تيليفوتو، واللي دقتها 50 ميجا بكسل بزوم بصري 3.5x، واللي بتيجي بسنسور من سامسونج وهو ال S5K JN5. فالزوم هنا مش ديجيتال، لا ده بصري حقيقي،
يعني لو عايز تصور حاجة بعيدة أو تعمل صور بورتريه من بعيد، هتطلع الصورة بنفس جودة الكاميرا الرئيسية تقريبا، من غير ما الصورة تبكسل أو تفقد تفاصيلها. وكمان في مثبت بصري في العدسة دي، فحتى مع الزوم الصورة بتفضل ثابتة وواضحة. وكمان لو بتحب تصور جروب كبير أو مناظر طبيعية، فعندك الكاميرا الألترا وايد اللي بتصور بزاوية واسعة، واللي بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل بزاوية 116 درجة. أي نعم دقتها أقل من الكاميرتين التانيين، لكن الزاوية الواسعة بتخليك تجيب كل اللي حواليك في الكادر. في النهار الصور بتطلع كويسة، لكن في الإضاءة الضعيفة هتلاحظ شوية نويز أو قلة تفاصيل، وده طبيعي في الكاميرات الألترا وايد في الفئة دي. وكمان أوبو ضافت أوضاع كتير في الكاميرات دي، زي البوكا مود لعزل الخلفية، وكمان البرو مود عشان لو بتحب تتحكم في كل إعدادات الصورة بنفسك. وفي كمان ميزة التصوير الليلي النايت مود اللي بتزود الإضاءة والتفاصيل في الصور اللي بتتصور بالليل أو في الأماكن الضلمة. وكمان الميزة الجديدة اللي أضافتها أوبو في السوفت وير بتاعها بتاع الكاميرات دي هي تحسين التصوير الديناميكي اللايف فوتوس، والقدرة على استخراج صور ثابتة بجودة 4K من فيديوهاتك. وكمان خاصية التريبل فلاش اللي بتخلي الإضاءة في الصور الليلية متوازنة وناعمة، مش قاسية أو صناعية زي زمان. أما بقى بالنسبة لتصوير الفيديو فبصراحة اتطور وتحسن جدا مع الموبايل ده. فالكاميرا الخلفية بتصور فيديوهات بجودة 4K لغاية 60 فريم في الثانية، مع تثبيت بصري والكتروني مع بعض. يعني حتى لو بتصور وانت بتجري او ايدك بتتهز، الفيديو بيطلع ثابت وواضح. وكمان في اوضاع سلو موشن لغايه 240 فريم في الثانيه على دقه 720 بكسل. ولو بتحب تصور فيديوهات سريعه او مقاطع تيك توك هتلاقي كل اللي نفسك فيه. وكمان الميزه القويه جدا في الموبايل ده انك تقدر تصور تحت الميه، لان الموبايل مقاوم للميه والغبار بمعماريه IP69، وفي وضع مخصوص للتصوير تحت الميه. اظن بقى مفيش حاجه هيكون نفسك فيها في الكاميرات او في التصوير مع الموبايل ده مش هتلاقيها. ولو انت بقى من عشاق السيلفي او بتحب تصور فيديوهات لنفسك عشان تعمل ريلز كده على التيك توك او انستجرام، فالموبايل جاي بكاميرا اماميه قويه جدا بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.0، واللي بتيجي بسنسور او بمستشعر من سامسونج وهو الجي ان 5. الصور اللي بتطلع من الكاميرا دي بتكون واضحه جدا، والالوان فيها طبيعيه بشكل كبير حتى في الاضاءه الضعيفه. وكمان بتصور فيديوهات بجودة 4K لغاية 60 فريم في الثانية. يعني لو بتعمل فلوجز أو فيديوهات سريعة الجودة هنا هتخليك مبسوط جدا. من أهم الحاجات اللي اتطورت جدا في الموبايل ده، واللي يعتبر من أهم نقاط القوة والنقاط الإيجابية فيه، هي البطارية بتاعته. فالتليفون بيجي ببطارية ضخمة جدا بسعة 6000 ملي أمبير، ودي فعلا نقطة قوة رهيبة في الموبايل. فانت لو استخدمت التليفون بتاعك يوم كامل في التصوير والالعاب وكمان استخدام سوشيال ميديا، هتلاقي البطارية لسه مكملة معاك لتاني يوم. ولكن بقى لو انت استخدامك متوسط فهي ممكن تكمل معاك يومين من غير ما تحتاج تدور على الشاحن بتاعك. ومن اهم المميزات اللي موجودة في البطارية دي هي انها بتيجي بقدرة شحن سريعة جدا 80 واط، وده معناه انك هتقدر تشحن التليفون بتاعك من 0 ل 100% في حوالي نص ساعة بس. وكمان الموبايل ده فيه خاصية الشحن العكسي، يعني هتقدر تستخدم الموبايل ده كباور بانك تشحن باقي أجهزة تانية يعني لو احتجت. الصوت اللي موجود في الموبايل هنا هو صوت ستيريو، يعني عندك سماعتين بيطلعوا صوت نقي وقوي، فتجربة الألعاب والأفلام هتكون مختلفة تماما. وكمان في دعم لتقنية DTS ساوند، بس البيز بصراحة هنا مش قوي قوي لو انت من الناس اللي بتحب تسمع أغاني بصوت عالي. الموبايل بيدعم شريحتين من نوع نانو سم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الخامس ال 5G. وكمان الموبايل بيدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي مايكرو SD كارد. وكمان الموبايل بيشتغل على واي فاي 7 وبلوتوث 5.4، يعني سرعة واستقرار في الاتصال. وفي كمان ميزة ال NFC علشان تقدر تستخدم التليفون في الدفع الإلكتروني. البصمة اللي تحت الشاشة سريعة جدا، وكمان التليفون بيدعم خاصية الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمة رجل الفيس ID، واللي بتشتغل بشكل كويس حتى في الإضاءة الضعيفة. التليفون للأسف مفهوش منفذ 3.5 ملم أوديو جاك، بس ده بقى طبيعي جدا في الفئة السعرية دي. طيب ايه هي بقى أهم العيوب اللي لازم تاخد بالك منها لو انت فكرت أو حبيت تشتري الموبايل ده؟ أول حاجة إن الظهر الزجاجي بتاع الموبايل بيبان عليه البصمات بشكل كبير، فانت لو ايديك بتعرق بشكل مستمر هتحتاج تمسحه كل شوية. وكمان مفيش مدخل سماعات 3.5 ملم أوديو جاك، فلو بتحب السماعات السلك لازم تشتري وصلة. وكمان الكاميرا الالترا وايد جودتها متوسطه في الاضاءه الضعيفه، مش زي الكاميرا الرئيسيه او التليفوتو. الشحن اللاسلكي مش موجود في النسخه العاديه، بس موجود في النسخه البرو. وكمان من المتوقع ان السعر بتاع الموبايل هيكون اعلى شويه من الجيل اللي فات، بس ده طبيعي جدا مع المواصفات القويه بتاع الموبايل.
بمناسبة بقى ذكرنا للموبايل اللي فات رينو 13، أحب أقول لك على أهم الفروقات اللي ما بينه وبين الموبايل ده. فهنا مع رينو 14 التصميم بصراحة بقى أحسن، تصميم فخم وأنحف، والظهر بقى فلات بدل ما كان منحني، وكمان الكاميرات بقت أقوى خصوصا الزوم البصري اللي ما كانش موجود في رينو 13. الشاشة بقت أنقى والألوان فيها بقت أعمق مع معدل تحديث أعلى، وكمان البطارية هنا أكبر والشحن أسرع. والأداء برضه في الموبايل ده رينو 14 بقى أسرع، وده بفضل المعالج الجديد والرامات الأعلى. وكمان الموبايل ده رينو 14 بقى فيه مميزات إضافية زي مقاومة مية بمعيار أعلى، وكمان دعم شبكات أحدث. طيب إيه هي الخلاصة والرأي النهائي في الموبايل ده؟ بص يا سيدي، لو أنت بتدور على موبايل متكامل في الفئة المتوسطة، فيه شاشة تحفة، أداء سريع، كاميرات قوية، وبطارية تعيش معاك اليوم كله، فالأوبو رينو 14 هيكون اختيار ممتاز جدا ليك. التصميم هنا فعلا فخم، والشاشة هتخليك تستمتع بأي محتوى، والأداء مش هيخذلك في أي حاجة. لكن بقى لو أنت جيمر تقيل أو بتدور على كاميرات احترافية جدا، ففي اختيارات تانية ممكن تناسبك، ولكنها طبعا هتكون أغلى. وفي النهاية يا ريت تقولولي في الكومنتات إيه أكتر ميزة أو عيب شدكم في الموبايل ده، ولو عندكم أي سؤال سيبوه تحت في التعليقات وهرد عليكم في أسرع وقت. ما تنسوش اللايك والشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد مع موبايل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.